بسم الله. ازيك يا طارق؟ ايه ده؟ اهلا. انت اللي هتبدا؟ انا أيوة يا هبتدي. ما اتفقناش على كده. تمام، انا قلت والله احنا قلنا كده. لا ما اعرفش، بس حسيت يعني إن خلاص هي- بقى هو ابتدى يبتدي. استنى يلا الأربع رجاء. بس. جاهز قصه. بس انت شعرك ابيض عندها بيضه. ازيك يا رجاء؟ الحمد لله. فيري هابي تو بي هير والله. ثانك يو. نورنا. الله يخليك يا حبيبي. طب احكي لك، بما ان الحلقه اللي فاتت كانت عن البورصه، اه من حوالي 8 شهور بالظبط، سمعت عن تول اسمها مانوس، دلوقتي بقت مشهوره يعني. وقال لك ده AI agent وحاجه كده ايه رهيبه. فعملت سبسكريبشن، دخلت فري سبسكريبشن عادي، ودخلت وقلت له act as a financial advisor في جولدمان ساكس، ده اكبر بنك استثماري في العالم، وطلع لي 5 اسهم في البورصه الامريكيه استثمر فيهم، وعايز حاجه لونج تيرم، وحطيت له شويه حاجات كده، مش عايز حاجه مش معروفه، ومش عايز حاجه ما تبقاش فيها قيمه، وقول لي كل سهم ايه الستوري بتاعته، ليه اخترته. عمل لي ريبورت رهيب، حلو جدا. كنت وقتها ده في الفري فيرجن. في الفري فيرجن كنت امبرست، كنت مبهور بان الريبورت اتعمل اصلا، ايوه وحاطط عليه اللوجو بتاع جولدمان ساكس وبتاع يعني. ف وحتى عملت له شير كده على لينكد ان وبتاع، بس نسيته، ما بصيتش عليه. الحلقه اللي فاتت واحنا بنعمل الحلقه اللي فاتت دخلت كده بصيت على الريبورت، ندمت انك ما اشتريتش الاسهم. 100% يا نهار ابيض. 100% ارباح. اقل سهم فيهم من الخمسه عمل بروفيت 35%. ده اقل سهم اسهم امريكيه في بورصه 8 شهور في 8 شهور بفري سبسكريبشن. بفري سبسكريبشن. فعشان كده الحلقه ديت قلت انها لازم تبقى عن الاي اي. وبما ان انا من اكبر متابعينك يعني، وباخد اخبار الاي اي منك، ده شرف ليا والله يا رجاء. يعني قلنا نعملها. هو من اكبر متابعينك ومن اكبر ضحاياك برضه. ايوه من اكبر ضحاياك. ايوه طبعا ده واحد في الالف اللي انت قتلتهم قبل كده. لا والله يعني يعني هو انتوا هقول ايه، ما الاي اي ثوره غير طبيعيه الحقيقه دي يعني، وبتتطور بقى ايه لحظي يعني. فعلا تحس انه الزمن غير طبيعي في البروجرس اللي بيحصل. انا رايي 2026 مختلفه خالص عن 2025، بالذات مع الحاجات التولز الجديده زي كلود وكلود كود. انا من زمان مؤمن بكلود، ما اعرفش لو كنت انا دايما بوريكم حماسي ليه يعني، كنت مقتنع انه اذكى اخواته من فتره طويله يعني. بس انا معاك يا رجاء، يعني هو التغيير غير طبيعي، وانا شايفها بتفكرني قوي بثوره الانترنت كده في اوائل التسعينات، لما كان المرحله اللي قبلها مختلفه تماما شكلا وموضوعا عن اللي جاي يعني. واعتقد ان احنا بنمر بمرحله زي كده في الذكاء الاصطناعي. بس هل مش عارف اوصفها ازاي قوي غير انها ريفولوشنري زي بكل المقاييس. هل هنواجه برضو دوت كوم كرايسيس زي في الاي اي، ولا انت مش شايف ده؟ اكشلي يعني سؤال حلو قوي الحقيقه. سؤال حلو قوي يعني، بس انا شايف الموضوع مختلف. اولا ان مفيش انتشار كثيف قوي للشركات اللي مؤسسه للاي اي زي ما كانت فتره الدوت كوم. كان فيها شركات مش ليستد يعني، كان فيها بيتس دوت كوم وبتاع، وكان في يعني نوع من الاستسهال. الاي اي النهارده عشان تطلع انجن قوي حقيقي وفعال، عمليه مكلفه جدا، عندك ليميتيشن فيزيكال كمان، الهاردوير والانفيديا والجي بي يوز وبتاع. اعتقد انه سباق هيبقى صعب ان تلاقي فيه البابل بتاعت زي الدوت كومز. انت كنت جزء من لينك دوت نت في مرحله ما، صح، في الاواخر الليت 90s. أيوة. وده كان يتزامن برضو مع فكره الانتشار بتاع الانترنت بشكل كبير والدوت كومز. فانت يعني انت كنت ليدنج او موجود في الجزء في ايام الدوت كوم رايس، وانت حاليا برضو موجود في الحته بتاعه الاي اي ريفولوشن دي. شايف ايه؟ لا يعني شايف سيميلاريتيز خطيره. انا ما جاليش اكسايتمنت من ساعه الانترنت يعني. هي فعلا 25 سنه كده تقريبا، الالفينات هي كانت بدايه ثوره الانترنت. وبفتكر ان انا شخصيا كنت بقرا مجله بيزنس ويك، والغلاف ده المجله دي انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي. كان عليها غلاف لوجو ابل مقلوب، كان مكتوب عليها ذا فول اوف ان امريكان ايكون. كان ايام القلق بتاع ابل وحاجات زي كده، كان لما مشي ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين كان فيها مقالات صغيره كده، فبيقول لك you can take your grandmother.com and make money out of it. كان فعلا اي حاجه تعملها دوت كوم كده كانت تعمل. وعملت انا ساعتها ايدار، لو انتوا يعني الناس اللي قبل ما كلمه بروب تك تبقى بروب تك يعني. صح. وجات اكوايرد من خالد بشاره. اولا جات انفستد من اي اف جي ارماز، وبعد كده لينك دوت نت.
فطبعا ما زال الاكسايتمنت موجوده في نفس الاحساس يعني، بالعكس بس انا المره دي حاسس انها اقوى واكثر تاثيرا ومغيره بشكل صعب البريدكشنز بتاعته. يعني زمان كان فتره شبكه وتواصل وانترنت، اعتقد التغيير المره دي جوهري يعني صعب قوي تتخيل ايه الامكانيات اللي ممكن تحصل خلال فتره قصيره قوي. اعتقد باي اند اوف 2026 هنشوف تغييرات جذريه قوي في حاجات كتير قوي في حياه الناس. بس تعالوا ناخد الموضوع برضو من البدايه. هو يعني الاي اي ممكن كنا بنسمع عليه من واحنا صغيرين قوي، لكن بعد اللانجوج موديل لما طلع اللي هو من اي سنتين مثلا او سنتين وشويه، الفرق رهيب. فما نشرح كده سريعا ايه اللانجوج موديل. انت عارف يعني ال LLMs هي لانجوج لارج لانجوج موديل، وانا دايما الكلمه كانت بتلخبط. طب هو ايه اللارج؟ هو يا جماعه في سمول ولا ايه؟ بس انا يعني لو دورتوا هتلاقوا ان هي عشان معلمين الموديل على مليارات. يعني انا قعدت اشوف كلود وشات جي بي تي واوبن اي اي، يعني احنا بنتكلم في بليونز يعني، فهو واخد كميه داتا مخيفه عشان كده اسمه لارج موديل يعني. اوكي. بعدين حته انا حاسس التكنولوجيا على فكره مظلومه، يعني الناس مش واخده بالها من قد ايه هي يعني غريبه في تفصيلتها، وبعدين بيحاول يبقى بريدكتيف. فهو كل كلمه كانه بيحاول يبص لها في كونتكست كبير قوي. فانا لما اقول النهارده انا قاعد في استوديو، فهي مش بيدور بقى على استوديو، هو بيعرف حاول يفهم كل كلمه من دول معناها ايه وايه علاقتها ببعضها عشان يبريدكت الكلمه اللي بعدها. عشان كده هو بريدكتيف. اوكي. فهو ازاي تحول للسرعه دي؟ ان متهيالي الانترفيس السهل في ان انا شات معاه ويرد واساله في اسئله في كل المواضيع، زي طفل كده تجيبه وتعلمه كل العلم اللي في الكون. فهو سوبر هيومن يعني. بس اوبن اي اي كانت هي اللي سابقه في الموضوع دوت، صح؟ هي على فكره هو التاريخ ده مهم جدا، لانه اوبن اي اي ابتدت بكونسبت ان احنا هنفتح المودلز لانها تبقى معرفش انتوا يعني سريعا، مش عايز اخش في تفاصيل تاريخه قوي يعني، لكن الفكره انه عارفين اللي هو الهيد اوف اي اي في مايكروسوفت النهارده هو كان عامل شركته اللي جت اكوايرد باي جوجل. اوكي. وبعدين التيم ده انفصل وعملوا اوبن اي اي عشان كانوش عايزين ان الكوربريتس الكبيره تسيطر على الذكاء الاصطناعي. وايلون ماسك كان هو مؤثر جدا في ان اوبن اي اي، عشان كده سموها اوبن اي اي على اساس انها هتبقى الاوبن انفايرمنت. فهو كان زعلان جدا وهو رفع قضيه على اوبن. طبعا رفع قضيه كبيره جدا. نفس الكونسيبت بتاع الاوبن سورس بتاع الاوبريتنج سيستم، كانوا عايزين يخلوها كده. كانوا عايزين بيحلموا في رؤيتهم لاوبن. فهو زعلان جدا من الترانسفورميشن، بغض النظر هتتفق معاه وتختلف معاه يعني في افكاره في مجالات كتيره، لكن هو كانت رؤيته ان الاي اي ده ثوري لدرجه انه ما ينفعش ان شركه واحده تتحكم فيه بالشكل اللي هو حاصل النهارده. وسبب رفعه للقضيه ان هو بيقول لهم انهم خلفوا الفكر الرئيسي ورا اوبن اي اي. اوكي. خلي بالك كلود الفاوندر هو كان الهيد اوف شيف اركيتكت بتاع اوبن اي اي، فهم كلهم برضو في نفس الاخر اوضه وصاله. يعني الدنيا بتبقى اوضه وصاله. انا شخصيا لو بحلم باي حاجه ان انا اقعد في سان فرانسيسكو واقف قدام انثروبيك واقول لهم يا جماعه شغالين فانثروبيك اعتقد ان دي اعظم حاجه بتحصل حاليا في حته التطور يعني. فاجابه على سؤالك صح، اوبن اي اي ابتدوا اعتقد ان هم اتشتتوا شويه ودخلوا في موديل وقالوا هننزل اعلانات، وكلود استغلوا الحكايه دي. ما اعرفش شفتوا الاعلانات بتاعتهم ان هم كانوا بيقولوا احنا عمرنا ما هنران اعلانات. واعتقد اللي مؤثر قوي ان الكواليتي بتاعت الانسرز مختلف. كانت باينه قوي لاي حد مركز شويه حتى في الكود في الايرلي ستيجز. لا اوبن اي كان ضعيف قوي. شات جي بي تي كان باين جدا ان هو بيرد كده بطريقه مكرره ويقعد يلففك ويدورك وبتاع. يعني شات جي بي تي لما بروح اساله سؤال مثلا يقول لي دي فكره حلوه جدا. ايوه مش عايز ده اخد نفس السؤال على كلود يقول لي دي فكره زي الزفت. اكتر صدق صريح جدا. اكتر صدق. انا نفسي اعرف تفاصيل الموديل بقى عشان يعمل الحته اللي انت بتقولها. ليه هم مختلفين برضو؟ ده سؤال انا اعتقد ان احنا عمرنا ما هنعرف. يعني احنا واضح ان في اختلاف في الاركيتكت يعني. انا ما حاولت ادور كتير هو ليه ده ذكي وده رده كده. وجيميناي مثلا جوجل اللي انت تستغرب، انا شايفه انه يعني مش اذكى اخواته بصراحه. لا. لو حد جربه هو ضعيف قوي. ليه الاختلاف؟ مع انه بيدخلك في لوب كده يسالك. لا وبينسى الكونتكست يعني. تكلمه تلاقيه نسي الجزء اللي فات. راجل كبير. الميموري مختلفه. فواضح ان في ديب ساينس في حته ازاي الموديل نفسه يبقى بريدكتيف وبيرد صح. مع ان الاثنين نظريا كلهم متعلمين على نفس الداتا وكلهم اخذوا نفس المحتوى الانساني. في اسئله كتيره في الموضوع الاي اي ده يعني. في شركه قريت عنها قريب ان هي لمت ملايين الدولارات
وبعد كده اكتشفوا ان اصلا مفيش حاجه بيهايند كانوا جايبين جماعه في الهند تقريباً. بروجرامرز بالظبط. مش فاكر اسم الشركه بس كانوا يعني هو لو استنى سنه كده كان ربنا كرمه والاي اي بيعمل اللي هو بيحلم بيه يعني. بالظبط. فبرضه كان دي بيعمل واحده ابس او حاجه زي كده مظبوط الناس تقول لهم، وهو كان ما هو الموديل ده هيظهر فيه حاجات كتيره من هذا الشكل. بس رجوعا لسؤال البابل وكده، ما اظنش انها هتحصل لان دول كلهم لايرز راكبه فوق صح. يعني عندنا لافابل لو ما اعرفش جربتوه ولا لا، اللي هو كان بيخليك تقدر تعمل الويب سايتس بسهوله. صح. انا شايف الشركه بقت قيمتها هتقل، هم مش بابليك ولا حاجه. بس الموديل كلود بقى واخدين نفس الفكره تقريبا بيطوروها. فبقى الفاليو بروبوزيشن او العرض المقترح مش قوي قوي يعني. انت تعمل نفس الحاجه بسعر اقل، لو كانوا راكبين زي لاير فوق الاوبن فوق الذكاء الاصطناعي. من اسبوع كنت بتكلم مع طلبه، فكان بيقول لي بنتكلم على فكره معينه كده، فاحنا بنتكلم في التليفون عملت له الويب سايت. خطير. امبارح اصلا، مش امبارح الحقيقه، الاسبوع اللي فات كان عندي انجيجمنت يعني مع شركه بره مصر. وبعدين واحنا بنتكلم في الميتنج وفي الدiscussion، لقيت ان انا مضطر اغير في الحته في البيزنس موديل. ايوه. فده طلب ان انا اغير شويه في الايدنتيتي في الويب سايت. فرحت دخلت على جو دادي، رحت دفعت رقم $10 في الشهر، ودخلت استخدمت الانجن بتاعهم، بنيت الويب سايت، اداني ستوك من الصور، اخترت الصور، طلعت بالويب سايت بالتعديله بتاعه البيزنس موديل الجديده في نص ساعه. ايوه كله غيرت كل حاجه. كان غالبا ممكن توفر $10 بس دي مشكله. ما يعني كنتش هو ما الواقع رجعتلكش. النهارده ان انت كان ممكن توفر $10 لو استنيت الحلقه ديت كنت هتوفر. يعني انا لو هعمل ده النهارده مش هروح حتى على جو دادي يعني، ده هم كلهم راكبين على لاير يعني. انا رايي كلود كود امكانياته غير طبيعيه، غير طبيعيه، خارج المنطق، خارج العقل. لازم نجاوب عليها من السؤال بقى الفلسفي الكبير، هي الانسانيه رايحه فين بهذا انا بحس ان انا بتعامل مع بيست، لا يعني غير طبيعي في امكانياته. انا اعتقد ان احنا ما لمسناش سطح هذا الشيء، مش عارف اوصفه ازاي، لكن هو خارق 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 بكل امكانياته. قدره على اوفرز تتعمل انستنت، تغيير فايلات البي دي اف وورد دوكيومنتس من غير انستنت. كلود ده وصل ان هو على جهازك يعني. انا ما اعرفش الحته دي، انا الحلقه الجايه عايز اتكلم عموما في البتاع اللي انا بعملها دي على الفرق بين كلود وكلود كود. انا حاسس ناس كتير مش واخده بالها ان الاثنين هم مختلفين تماما. برضه ممكن ندي بريف سريع. هدي لك بريف سريع، لان هو الكلود الناس فاكره حاجه واحده، هو مختلفين تماما. كلود نفسه انت بتخش على الشات، ده شبه شات جي بي تي، بتشات من خلال الويب سايت وانت بتفتح. كلود كود از ا فيري ديفرنت ابلكيشن او تطبيق مختلف، انت بتنزله على الجهاز ولازم تستخدمه من خلال اللي هو الاي دي اي، ده الانترفيس بتاع الكود. فيجوز شويه مختلف ويعني عايز سن التكنولوجي كده، مش سهل في السهوله دي. بس الفرق الرهيب ايه؟ انه عنده اكسس على ملفاتك وصورك والدوكيومنتس بتاعتك وكل حاجه موجوده جوه الجهاز، ويقدر يقفل الميموري. انت زي مثلا عايز تعمل اديت لفايل او عايز تعمل الويب سايت اللي كان بيتكلم عليه طلب، فده ميموري مستهلك للميموري. كل مره لازم ارجع له كلود في الويب سايت، هيقدر يقرا الميموري التاني. فعشان كده بيحصل شورت سبان وتلاقيه بتاع شويه يخرف ومش مركز قوي. الحاله دي اتحلت في كلود كود ليه؟ لان هو قاعد على الفايلات الاصليه على جهازك، فهو شايفها فما بيقراش غير حته صغيره قوي. فكانك ركبت عقل ذري جدا جدا على ملفاتك اللوكال، غير ما تقعد تبعت الداتا رايح جاي. الفرق ده خطير. ثانيا تحت ايديه التولز اللي احنا طول عمرنا ساعات كنا عارفين انها موجوده بس تاخد وقت كتير قوي انك تستهلكها. يعني هو ممكن يخش يكتب لك كود بايثون عشان يحل مشكله انه مش عارف يقرا البي دي اف مثلا. مثلا بروح اوتوماتيكلي عمل البايثون كود وراح دور على الانستولر وركبه وشغله وفجاه الحاجه اللي كانت صعبه بقت بتحصل في دقيقه وفي ثانيه. انا اعتقد ان اكبر سؤال محتاجين نساله هي الانسانيه رايحه فين بهذا التطور طبعا. يعني بما ان انت ذكرت الانسانيه، فانا عايز افكرك بحادثه حصلت بيني وبينك على سبيل الانسانيه من حوالي 5-6 سنين. 5-6 سنين كنت واخد طارق طه، بعرفه على يعني صديقه فنانه. محتاجين نجيبها تعمل معانا. هنعمل كده عايز اعرف يوصل فين بقى. هي اكيد اتمنى ما كنتش انتحرت بعد اللي انت عملته. ففي لقاء لطيف جدا كنا بنتعشى، بقول لها طارق طه، نهى فنانة، مرسم، إبداع، مش عارف إيه.
فطارق الحقيقه كان اليوم ده مركز جدا في الميل اللي احنا كنا بناكلها، كانت عظيمه. فبتقول له ان فتح موضوع الاي اي وده بدري من حوالي 5 سنين، وهو فاكر لسه الصور بتطلع بشكل بدائي كده، ما كانتش بالدقه اللي بنشوفها النهارده يعني. انا اتخضيت وانا في التك فيلد بقالي 20 25 سنه. انا اتخضيت ان هو بيقول لها، بتقول له لازم يبقى فيه، هي بتقول يعني سنه انسانيه والفن والابداع، ودايما هنفرق ما بين الاثنين. هو لا، مفيش الكلام ده. بصي ارسم لي صوره مش عارف الينز نازلين على الاهرامات بس خليها فان جوخ ستايل. رن راح منزل له الصوره، فهي اتحطمت. فقالت له طب استنى، لسه بقى في الابداع في عالم الكتابه والروايات والقصص. راح منزل اب تانية واحنا قاعدين بنتعشى برضه، اعمل لي قصه بوليسيه صح. البطل اسمه خالد والبطله في الثلاثينات من العمر صح. رن راح عمل لها الانترودكشن، حطمتها. بص انا رؤيتي اتغيرت عموما يعني، بعتذر لها لو قابلناها تاني وفعلا نحب نقعد محتاجين نكلمها. لا انا رؤيتي اتغيرت يعني. انا اعتقد انه كان لحظه الانبهار الشديده بالامكانيه دي هي بتخليك تسال طب انا دوري ايه. كان عندي خوف ان هو نهايه الابداع، يعني اللي هو الله طب ما هي كده سهله قوي وكلنا شايفينها، وبخش اكتب البرومبت او الكلمه او الجمله، وطلعت فتره البرومبت ساينس والقصه الطويله اللي حصلت دي. فلا يعني اكيد اي حد هيبقى اشتغل بايديه في اي حاجه من الحاجات اللي النهارده الذكاء الاصطناعي بيتطور فيها، سواء الكتابه او الابداع او النهارده حتى البرزنتيشن، لازم يحصل له الشوك الرهيب. بس انا اكتشفت مع الوقت وبعيد التفكير في ده جدا انه هو الحقيقه ان ده بيعلي القيمه الانسانيه مش بيقللها. حقيقي يعني هو فعلا هو عصر الانفينيتي. اوكي. فانا عندي انفينيتي بوسيبيليتيز، فهو الدور الانساني بقى اصعب مش اقل. ليه؟ لان انت ايه الاختيار اللي هتختاره من انفينيتي؟ خلاص ما بقاش فيه حاجز السكيل. اوكي. انت بتعرف ترسم وانا بعرف ارسم، خلاص احنا الاثنين ممكن نطلع نفس الصوره. هتختار ايه بقى من الانفينيتي بوسيبيليتيز؟ هو ده بقى الاختيار الاصعب. فهو الدور الانساني بقى في رايي من الناحيه الفنيه والكرياتيفيتي والابداع هيبقى اكثر خطوره واكثر اهميه، لان انت اختيارك ده ما خلاص بقى يعني فاهم، مالكش حجه بقى انك تعمل حاجه وحشه. فلو احنا كلنا بقينا على قدم ومساواه في مستوى الاداء والسكيل، ماشي، ايه اللي هيميزك وهيميزني؟ قدرتك على الاختيار الافضل. قدرتك على انك تعرف ان ده هيبقى ليه قبول مع الاخرين، ان الستايل اللي انت خلقته بالابداع ده مميز لدرجه ان الناس تتقبله بشكل افضل من الاخرين. لان اعتقد ان الواقع عمره ما هيتغير، ان هيبقى فيه منتج كويس قوي ومنتج برضه وحش حتى لو احنا كلنا تساوينا في مستوى الابداع. فانت ازاي تعرف تختار بقى من الانفينيتي بوسيبيليتيز دي الشيء الافضل؟ والناس اصلا بقت تدفع فلوس في الهاند ميد اكتر، اللي هي فيها ديفكتس، لان الانسان بطبيعته مش هيطلع حاجه 100%. ممكن ده برضو فكره تانية يعني، لانه ان اعتقد انه لو بنتكلم برضو من زاويه المنظور الانساني كده، اعتقد اللي بيقولوا طلبه ده مهم جدا، انه هيحصل زي ريباوند او شيفت قويه في ان كل ما هو انساني قوي او في يا عم ده شكلها اي اي وبتاع، فهتبقى احساس انه ممكن يكون اكثر قيمه فعلا يعني. بس في فنانين مثلا الرسامين مثلا، هل ممكن في وقت من الاوقات خلاص الشغلانه ديت ما تبقاش موجوده او الفن ده ما يبقاش موجود وان كل حاجه تبقى اي اي؟ هو تعريف الفن اذا كان انت كان قصدك على السكيل ليفل ان انا اقدر ارسم الشيء، وهل هو الكوميرشال ارت، سؤال واسع قوي يعني. لكن انا رايي ان ده عمره ما ينتهي. الابداع هيظل قدره انسانيه محضه، وفي الاخر خلي بالك هو لولا الابداع الانساني هو الاي اي ده ما كانش هيطلع حاجه يعني. هو احنا اللي علمناه واحنا اللي يعني مش عايز اقول خلقناه بس عشان ما نخشش في مشاكل من نوع مختلف يعني، لكن عايز اقول ان الابداع البشري هو الاساس في هذا. فانا لو النهارده الصبح صحيت واعتبرت ان 6-7 خطوط جنب بعض بيمثلوا ستايل جديد من الفن، هل الاي اي عنده هذا الفهم؟ لا، هو ما عندوش لسه. ممكن يتصوره وممكن يتخيله، لكن هيظل الابداع الانساني في رايي اكثر اهميه جدا يا رجاي. وغيرت رايي يعني، انا نميت بالعكس الخوف. فهمت ان ده هو عصر الابداع اللامتناهي بقى يعني. انت محتاج تبقى اكستريملي سوبر كرييتيف عشان تبدع في زمن الاي اي. تحدى الاي اي، خلاص احنا فهمنا بقى ان انت ذكي وجامد تقدر تخش تقول له اكتب. انت محتاج تكتب الحاجه اللي هو نفسه ما يعرفش يكتب. هل ده ممكن؟ ممكن جدا. ممكن جدا. وتحديت نفسي في مواقف كتيره ان انت خلاص يا جماعه، هو لو عايز تكتب اللي اتكتب خش على شات جي بي تي وقول له اكتب، او كلود هيكتب لك اللي اتكتب. ما هو عنده المخزون البشري السابق، ما هو قادم ما مش موجود.
فمعنى كده انه القدره البشريه على الابداع امامها تحدي انها تبقى سوبر انتليجنت، سوبر كرييتيف، سوبر سمارت، اذكى، لان انت خلاص فهمنا بقى انك انت ايه عايز تعمل. العادي يعمله، عايز تعمل الابداع الحقيقي استنفر قدراتك الانسانيه اللي اعتقد ان هي لا نهايه وغير محدوده. طب معلش هنرجع بس خطوه لورا كده. انت قلت البرومبت، ايوه، وانا عارف ان ده جزء اساسي من الاي اي، وان الاوتكم بتاعك او المنتج النهائي اللي انت بتدور عليه لازم دايما بيبقى مربوط ببرومبت كويس. فلو ازاي اكتب برومبت؟ بص الموضوع ده انتهى. لا انتهى ولا ليها اي قيمه خالص. انا رايي البرومبت انجينيرنج وكل كلام اي كلام، ولا انا بكتب له يعني. اعتقد ناس كتير من اللي هتسمع البودكاست والناس اللي بتشتغل بشكل مكثف هتعرف ان الموضوع ده انتهى. انا شايف ان الفرق ضعيف جدا في الفرق. ان انا لو قعدت احسوك قوي في الاي اي واقول له اكت از وتصرف ان انت شخص كرييتيف، كل ده كان هدفه استغلال الذاكره الضعيفه للذكاء الاصطناعي في الشات. فانا بحاول اوجهه لحته محدده قوي عشان يطلع النتيجه اللي انا عايز اعملها. انا حاليا شايف البرومبت ده انتهى خالص. ممكن ناس تختلف تقول لك لسه البرومبت مهمه. انا شخصيا بكتب كلام انا مش فاهمه وبكتبه باخطاء املائيه كتيره جدا وعادي خالص وهو تمام، وهو اللي بيحركه بقى الداتا الاندرلاينج اللي تحت الكلام ده. فانت ممكن يعني فاهم قصدي الفاونديشن بتتكلم فين وايه الكونتكست اللي انت بتتكلم من خلالها، هي دي العوامل المؤثره عليه. طب بس الاستراكشر الطبيعي المفروض بتاع اي برومبت كويس، هل ليه ستراكشر معين ولا برضو خلاص مفيش؟ يعني متوقف انت عايز تحقق ايه. بس مثلا في الكودينج والبرمجه اعتقد ان البرومبتس ما لهاش ليها قيمه خالص، لان هو بيقرا الاندرلاين فايلز اللي موجوده جوه البروجكت نفسه. يعني تخيل النهارده عايز تستخدمه في الفايب كودينج والحاجات اللي هي بقت منتشره زي الويب سايت والحاجات زي كده. فانا طلب عمل الويب سايت وبقى فيه صفحات معينه، فهو شايف ده وحسه وفهمه، شايف الكونتكست الكبيره ان انت بتعمل ويب سايت والويب سايت دي فيه صفحات وان عندك كونتاكت اس. فلو قلت له انا عايز اضيف صفحه جديده فيها كذا، اعتقد احساسي ومن تجربتي النهارده ما بقتش فارقه كتير قوي انك تقعد تحسوك في البرومبت. ليه؟ لان هو شايف الستايل، هيعمل لك الصفحه من غير ما تقعد تقول له اعملها لي بنفس الستايل بتاع الصفحات. هو فاهم. فانت مش محتاج. هو بيزداد مش ذكاء ولكنه ازداد وعيا بالكونتكست الكبير اللي هو اللي انت فيه من خلاله يعني. لكن مازال برضو عايز افرق، لانه صعب الاجمال. متوقف انت بتتكلم مع الذكاء الاصطناعي فين. لو بتتكلم من شات ويندو ما تنساش ان الذاكره هي المفتاح في هذا الموضوع. هو شايف ايه وفاهم ايه وبيكلمك على ايه. لو بنتكلم على كلود كود وكودكس، فالناس كتير مش واخده بالها ان اوبن اي اي برضو منزلين بلاتفورم اسمه كودكس بيعمل نفس الحركه بتاعت كلود دي، ان هو بيتحرك في الفايلات دي. البرومبت قل فيها قوي. على الويب سايت ممكن الاستخدام بتاعه يتطلب ان انت تظبط البرومبت شويه، لكن النظام بقى لايبرري برومبتس وبتاع دي مش شايفها. مش محتاج انصحك، اساله هو شخصيا ايه احسن برومبت. غالبا هيقول لك حاجه كويسه. لك انا يعني ساعات بروح للشات جي بي تي اقول له اكتب لي البرومبت المظبوط اللي انا هروح لكلود اللي اخوك الكبير الذكي. بالظبط. انا حابب في الايرلي الفينات كده كنا الشركات التك الكبيره والصغيره بتعمل فلوس من الجاب في المعرفه ما بين احنا شركات التك والكاستمر النهائي. دايما الفلوس كانت بتيجي من هنا لان المعلومه موجوده، يعني كتكنولوجي موجوده. هجيب السيرفر ده ولا هعمل الابلكيشن دي ولا دي، المعلومه موجوده. بس الفرق ان انا كسيرفيس بروفايدر كان عندي الاكسس اللي حتى التك بارتنرز دول مديهم لي ومش مديه للاند كاستمر عشان يساعدني في شغلي. فاللي عايز اقوله الجاب في المعرفه ما بين السيرفيس بروفايدر والكاستمر، هل انت شايف ان دي برضو احنا موجودين فيها دلوقتي نقدر نعمل منها فلوس؟ يعني هل ممكن تطلع شركه، سؤال حلو، شركه تبقى تتبني فروم سكراتش وبعدين تعمل اي ار بي؟ انت دخلتنا في السكه دي. شفت اللفه؟ ما خدتش بالي من السؤال. بص يعني هو كلمنا على الاي ار بي اللي انت عملته. لا يعني هقول لك ليه. لان هو برضو خلينا صراحه، هو الواقع بقى يعني احنا برضو عايشين في بابل شويه. لو انت بتخش على الفيسبوك وتويتر او اكس يعني وتشوف الناس وتشات والحق والانهيار والفايب كودينج هيكسر الدنيا والذكاء والابداع، تحس كده انه ايه نهايه العالم في صح. الوظائف وبتاع. طبعا في تاثير على الوظائف ده ممكن نتكلم عليه في حلقه تانية لوحدها يعني. لكن انا الواقع بقى الاصلي على الارض في حاجات زي الاسواق حتى في مصر وفي امريكا وفي دول، وتقرا تقارير كتير عن كده، ان المستهلك النهائي
ما عندوش برضو مهما كانت سهوله اللي انت بتطلبه وبتعمله، اللي ايه ده يا جماعه ما انت تخش اعملها على الويب سايت. هو ما كانش هو بيشتري الكونفينينس. الكونفينينس دي طول عمرها هتظل. تخيل نفسك انت صاحب عياده اسنان او شركه مقاولات، هل انت النهارده عندك الكاباسيتي والوقت والمجهود انك تجيب واحد او انت تكتبها بنفسك؟ طب انا هركز في شغلي ولا هعمل فايب كودينج واعمل الويب سايت بتاعي؟ طب ما احنا طول عمرنا مكونات البرجر موجوده في المحلات، يعني طب اشمعنى بنروح نشتري لحمه برجر؟ مفرومه. ليه بنشتري برجر؟ يعني انت هل محلات البرجر قفلت نتيجه ان المكونات كانت موجوده؟ ما طول عمرها موجوده. هي الفكره ان صح. هي بقت سهله وسريعه واسهل ممكن تعملها، فبقى في طبقه كتيره ممكن تعمل. المستهلك العادي اعتقد انه مازال في فرصه خطيره جدا ان احنا نقدم حلول بتحل وجع كانت صعب قوي تنفيذها زمان، او افكار مستحيله ان انت تقول والله انا هبني الاي ار بي بتاعي، اللي هو يعني انا بقول لك هي في يناير الفكره دي تبدو على الورق مجنون يعني، لكن النهارده لا، ممكن لحد عنده التكنيكاليتيز. انا يعني ما زلت مقتنع الاي ار بي اللي هو الانتربرايز ريسورس بلاننج، ان مصر ما فيهاش بلاتفورم قوي زي اودو وزوهو واي ار بي ساب والحاجات العملاقه اللي احنا طول عمرنا بنشتغل عليها دي. اعتقد مصر تستحق ان يكون ليها اي ار بي خاص بيها وبتحقق بيه مواجع محليه. كانت دايما مشكلتنا في البرامج اللي جايه تلاقيه برضو مفصلها كده على الاسواق الخارجيه، ومصر مش مركز فيها قوي. احنا عندنا كاي سوق فيه خصوصيه يعني، خصوصا في الاتش ار. صح، الاتش ار ده لان قوانين العمل المصريه قوانين خاصه جدا. صح. انت عندك مثلا في مصانع بتشتغل 24 ساعه 3 شيفتات، في عامل بيقبض شهري، في عامل بيقبض باليوميه، فدايما الاتش ار كان تحدي كبير. مفهوم الاوفر تايم مختلف يعني. احنا عندنا مثلا الاوفر تايم في كل حته تلاقيه ان هو بيحسبه بالساعه، احنا عندنا الاوفر تايم ده بالحب يعني ماشي كده. انا هبعت لك فانت توافق لي على ساعتين اوفر تايم حتى لو انا اشتغلت 12 ساعه، فهو هناك بيحسب عداد كده مثلا يعني. فتحمست جدا لاي ار بي بوكس، عجبني الاسم وخدت الدوت كوم بتاعه. مبروك. ايوه، فاي ار بي بوكس انا اعتقد انه من الاحلام المستحيله ان احنا اتس بيزيكلي وان مان وانتهى خلص. وي هاف رانينج كاستمرز عليه وبتاع. فهو جنون يعني، جنون ان انت تتصور انك ممكن تبني بلاتفورم كامل تتحكم في الليد من اول. طبعا انا برضو هي حاجات بتتبني لزمن الذكاء الاصطناعي، فهو متطور عن الاي ار بيز القديمه. يعني لو احنا بنتكلم الاي ار بي بشكل عام هو عباره عن 4 كومبوننتس، مين كومبوننتس؟ الفاينانشال كومبوننت، الليد مانجمنت وخدمه العملاء والسيلز، اللي هو السي ار ام، اللي هو جزء من الاي ار بي. فانت مغطي الاربعه 5 كومبوننتس دول ولا مغطي واحد بس؟ لا انا حاليا السبلاي تشين مثلا ده تحدي كبير. لا انا في الاي ار بي انا بوكس مركز على 3 كومبوننت اساسيين. سيلز اند ماركتنج ده خلصان وده مهم قوي في مصر. الاتش ار وده كان من اصعبهم، ده مرعب. البيرول والاتندنس والشيفتس والحاجات زي كده. على فكره عمليه الخلق في هذه اللحظه ممتعه للغايه، لان الواحد كان ستك في سوفت وير وسي ارز بقى يعني كان يا ابني ما تعملها كده، فانت فجاه بقى خلاص انت بقى حر، انت هتوري ابداعك للعالم، انا هعملها بشكل اسهل. كان في حاجه كتير قوي في السوفت وير الثاني بتضايقك. والموديول الثالث شبه السبلاي تشين شويه، بس مركز برضو على القطاعات السمول اند ميديم، انفنتوري مانجمنت، بروكيورمنت بالظبط. وعاملين بقى تولز جديده كانت طول عمري مطلوبه في مصر جدا يعني، ضعيفه قوي. احنا مثلا عاملين فول واتساب انتجريشن بحيث ان السيلز يقدروا برضو كل ده كان احلام على فكره يعني. انك انت تقول النهارده انا هعمل واتساب انتجريشن، ده كانت قصه رهيبه. في شركات بس بتعمل واتساب انتجريشن بس بتاع لا يعني هي لحظه، انا رايي انها لحظه فارقه جدا جدا. هنقدر بادوات بسيطه الشخص اللي عنده رؤيه وعايز يحل وجع معين. انا ما رايي ساس ما ماتش عشان برضو ده مرتبط بالفكره دي. ساس اللي هو سوفت وير از ا سيرفيس يعني، كان طالع اشاعات كتيره وساب سهمه بينزل و اعتقد ان ده مبالغه وافوره كبيره قوي في واقع ان الساس مكمل والشركات الكوربريت محتاجاه جدا. هو محتاج بس بدائل تحل اوجاع معينه في السوق، وممكن تبقى فرص لبزنس خطير. انت بتقول ان عندك رانينج كاستمرز دلوقتي عندي على اي ار بي انا بوكس تجربه كده مجنونه، لكن ناس كتيره ابتدت تتحمس لها لان لما بيخشوا يشوفوا السيستم يلاقوه بسيط وسهل، وبعدين برضو حلين المشاكل اللي هم كانوا بيشتكوا منها في سيستم تانية زي زوهو. عندي سؤالين هنا. السؤال الاول كم واحد بناه؟ السؤال الثاني اخد وقت قد ايه عشان يتبني؟ ما هو ما فيش غيري، ما هي تسوان مان زي الترند اللي طالع بتاع تسوان مان كومباني دي، وده حقيقه يعني هو من اول يناير كده، من اول ما كلود نزل
ممكن اقول لك انا حطيت البوست، انا كنت منزل حوالي وصلوا دلوقتي ل 60 مليون توكن حرق التوكن، معرفش ده رقم معبر عن شيء ضخم كبير صغير معرفش، بس ده تقريبا الاورز من يعني 3 شهور او 3 شهور يعني شخص واحد كان عنده فكره اللي هو انت قعد 3 شهور تلعب ببرودكت وبقى معاه بروتوتايب ورانينج كاستمر وجلوبال. اي ثينك اتس ا جلوبال برودكت. يعني انا حماسي للاي ار بي بوكس بقى ان هو على فكره هو ده يمشي جلوبال، لان ما زال في جاب كده انه ممكن تقدمه. بس خلي بالك هو برضو التطور ده بيحصل في شركات تانية. مظبوط. يعني لا بس انا بتكلم الكومبيتيشن بتزيد فيريسلي، يعني ان هو كله بقى قادر يضيف فيتشر وكله في اوقات التحدي بيزداد صعوبه. اعتقد ان الحل هي اللوكاليزيشن جدا، وانا احلامي كبيره يعني، بس اقدر اقول الحلول اللوكال هتلاقي انك تقدر تقدم حاجه بسعر افضل، كوست بقى اقل بكتير قوي، انت معلكش الاوفر هيدز بتاعت الشركات الضخمه دي، العماله وطبعا ده. بس بقول ان انت النهارده ممكن يكون في واحد ان شاء الله بيسمع البودكاست بتاعنا دون ويلاقي ان طارق طه اللي هو عنده 33 سنه بس اوبا قسيت 20 سنه مره واحده فقرر ان هو تحمس جدا، وهو عنده هو برضو راجل مش تقني لان طارق مش بيكتب كود بايده صح، فهيقعد هيبقى شايف بين حقيقي موجود في السوق. دخل ذاكر شويه، قعد عملها از سايد بزنس او بعد ما يخلص 9 to 5 بتاعه راح ينفع جدا طلع بشركه وحلت مشكله. ينفع جدا. وده مش ترم انا اللي مخترعه على فكره، هو ده يعني لو دخلتوا على اكس كده، بننصح الناس كلها اكس اليومين دول مصحصح جدا، اللي هو تويتر اكس تويتر يعني. هو البلاتفورم ده كل الناس بتقول كده، احنا بيلدرز، احنا عصر البنائين وعصر الناس اللي هي وان مان كومباني، وان هم بيحلوا انا دخلت بنبهر من الادوات على فكره، في كميه تولز جديده طالعه ناس كتيره مفكره فيها يعني تنبهر انه ايه على فكره والله الابداع الانساني ده لسه قدامه كتير قوي عشان يتحل يعني، بس او يعني تعرف سره يعني. في مشكله عند الناس اللي ما ابتدتش تستخدم الاي اي في الاول من سنتين 3 مثلا، فاتها كتير قوي، وبالتالي فكره انها تحصل هي ايه التولز اللي تبتدي او تبتدي ازاي اصلا. فلو ممكن نقول او نشرح لو حد لسه بعيد خالص عن استخدام تشات جي بي تي وكلود وكل الحاجات ديت، يبتدي ازاي؟ هل في كورسز معينه ممكن يبتدي بيها؟ بص يعني هو الشخص ايه برضو، ده سؤال مهم، وانا ابتديت احس فعلا ان الجاب بقى تكنيكال عالي عمال يعلى مع الوقت، لان انا نفسي مش قادر اتابع. هو كلود بينزلوا ابديت كل يومين وتوكنز وريفيو وسايبر سيكيورتي، يعني الواحد مش ملاحق. انا يعني حاسس ان احنا برضو البردن بقى على اليوزر العادي مخيف شويه يعني، فاهم قصدي؟ انا حاسس ان احنا ايه اللي حصل يعني، فاهم؟ هو الايدج بقى عالي، ما اقدرش انكر. فمتوقف على اجابه على سؤالك، هو انا عايز احقق ايه من الاي اي؟ انا لو هدفي بس انه بيساعدني كاداه اقعد اكتب عليها شات ويغير لي شويه تكست ويكتب لي الايميل وحاجات زي كده اهو، اعتقد ان الشات جي بي تي والتولز بتاعتها وكلود طبعا وحتى جيميناي، وعلى فكره جروك بتاع اكس مش وحش خالص، في الستاندرد فيرجن بتاعتهم هم ممتازين وهيساعدوك في التاسكس دي. لو انت بتحلم اكبر من كده بشويه وعايز تبتدي تخش بقى في ان انا هبني تول حقيقيه فايب كودينج تساعد وتحل وجع، لازم تنقل على كلود كود وكودكس. دول اللي بيبتدوا يستخدموا الفايلات، وفعلا الليرنينج كيرف بتاعهم اعلى لان هم هيتطلبوا ان انت تخش في انترفيس معقد وفايلات، صحيح انت مش شايف الكود اللي بيتكتب بس هو في الاخر برضو مليان تفاصيل، وهتعمل بقى ريسبيراتوري وجيت هاب وبتاع، يعني ممكن تقعد تفولو ستيب باي ستيب، لكن محتاجه تكنيكال ليفل. ما انا حاسس انه ما راحش يعني، هو ما بقاش في ديفلوبر هيكتب كود، ده كلنا مجمعين على ذلك، ده شيء انتهى فور شور. طب تنصح ايه الكمبيوتر ساينس طلبه كمبيوتر ساينس اللي هم هيتخرج السنه دي؟ يعني هو لو ما بتستخدمش كلود كود يعني ارجوك، انا كان كذا جالي الريكوست ده كتير من الناس ولادها بيدرسوا في الجامعه وبتاع، ذهلت ان في بعض الجامعات لغايه النهارده بتجبر على الطلبه انهم يكتبوا كود، ده نوع من انواع الجنون والله العظيم. ده في ناس في دكاتره بتقول لك بتتعاقب لو انت كتبت باستخدام الاي اي. مش متصور يعني، هنصحه ان هو يدروب فروم جامعه ودي بقى النصايح اللي تودي في داهيه بقى. لا يعني انت الاهالي بقى يجي لنا ويتو وبتاع يعني خلاص يا جماعه، دي مرحله كهرباء، ما كانش في كهرباء بقى في كهرباء، ما فيش عربيات في عربيات، ما في بنزين ما فيش بنزين، فهي اتس ريفولوشن لدرجه انك انت لو قاعد بتفكر في القديم انساه. لا حد بني ادم واحد يقعد يكتب سطر كود بايده ده جنون، لا انساه. خش على كلود كود اتعلمه، افهم المبادئ والاساسيات، لا نوع اللغه هيفرق ولا ايه التولز اللي هتستخدمها، انت كل مطلوب منك تبقى اوركستريت. طب تقول ايه الدكتور الجامعه اللي هو بيصلح
وبيقول للطلب يفرض عليهم ما يستخدمش يعني انا عذره لان هو جاي من مرحله الزمن زي اي مرحله بتتنقل. كان زمان لما بتاع الجاز طلع قال لك ايه ده، هم بتوع الجاز اللي بيولعوا اللمض دول هيروحوا فين؟ ده انا دارسه. طب وازاي؟ والسطر، واصل انت لازم تكون فاهم. اعتقد ان هو مش مدي للتكنولوجيا حقها، او مش قادر يتصور الحجم الترانسفورماتيف الرهيب اللي حصل. فلازم يعني هل ممكن نلاقي الجامعات والكليات يعني في المستقبل القريب بقوا يغيروا كمان في الفكر بتاعهم؟ هي كل الجامعات بره ابتدت تغير يا جماعه. هو لسه انا قاري ريبورت النهارده عن ستودنت شيرنج اكسبيرينس كده لطلبه جامعه في اول سنه، دخل لقاهم كلهم عاملين البروجكت فايب كودنج جاهزين بالبروتوتايب اصلا، اللي هي حاجه كانت مستحيله من 6 شهور. فطبعا لازم البرامج يعني اصل يا جماعه هو ايه اللي يخليني اقعد اتعلم حاجه هي طبعا ممكن ناس كتير تزعل وتقول لك اصله كود وهنفهم، واصل الاي اي وهو مش عارفين بيكتب ايه. ما يا جماعه انا حتى اخش على الناس اللي هي بتتكلم في المجال وطلع اللي هي الاوبن كلو ده، ما اعرفش يعني سمعتوا الزيطه بتاعته ولا لا؟ شفنا البوست اللي انت عملته. ايوه اوبن كلو بتاع. فحتى الناس دي هي بتتكلم بيقول لك كان زمان كلود كود ده اول ما ابتدى في كده اوبشنز في البرميشنز، راجع الكود هدي لك اقتراحات، وفي حاجه اسمها باي باس بيرميشن، عدي كل البرميشن يعني. فهم كلهم مجمعين ان احنا يا جماعه احنا في الاول احنا بنهبل على نفسنا، نضحك على نفسنا، اقعد باي باس ايه وراجع ايه يا عم؟ تمام انا انت على فكره جامد قوي، انت احسن مني بكتير، انا بشوف الاند برودكت. فهو ده مش معناه نهايه الشخص المبرمج على قد ما هو نهايه دوره بالشكل اللي كان موجود فيه. هل انا دوري اقعد اكتب الكود سطر سطر، ولا دوري ان انا زي فكره الابداع اللامتناهي اللي احنا بنتكلم عليها، اذا كان التكنيكال سكيل بقت مش مطلوب مني ان انا اكتب كود ويبقى فيه اخطاء وباجز واقعد ومش شايف الصوره الكبيره. خلي بالك عمليه معقده جدا النهارده لما بتضيف فيتشر ما هي موصله بفيتشر تانية وداتابيس تانية، وفي تيجي تصلح البنطلون الجاكيت يضرب، تصلح الجاكيت البنطلون يضرب، مجهود رهيب بيضيع في وقت. انت النهارده لا حدود للابداع. تحول للوظيفه الاهم والاخطر اللي هو دورك الانساني، ايه؟ ان انا اخلق اداه تساعد حد، وايه الفيتشرز اللي تتحط فيها. طبعا في زي ما انتم بتشوفوا كده في تشابه ميكانيكي قوي كمان، لو كل الويب سايتس اللي بتطلع بتلاقيها شبه بعض لان هو عايز، فدي فرصه للابداع. طب ما انا يعني ما هو على فكره هو بيطلعها استسهالا، او ان البرومبت الشخص اللي قاله يعني مش هرجع البرومبت بس قصدي اقول ممكن تحسن جدا في شكل البرودكت النهائي من دورك كمبرمج، او دورك اللي اتطور من ان انا بكتب الكود ان انا بقيت اوركستريتور. فبقينا كلنا ندوس بقى باي باس بيرميشن لان طبعا انا هقعد اساله كل مره بيقول لي راجع، فانت تمام؟ انا تمام على فكره، انا عارف ان انا تمام انا بشوف المنتج النهائي واغير في الفيتشرز واربط وبتاع، لكن كتابه سطر بسطر دي انتهت. الريجوليتور دوره ايه في القصه دي؟ يعني بنشوف وزارات كتير وكليات كتير بدات تغير اسمها، مثلا وزير الاتصالات والذكاء الاصطناعي، ايوه كليه حاسبات ومعلومات والذكاء الاصطناعي. صح. الريجوليتور هيقدر يهضم اللي بيحصل ده؟ هل محتاج يتدخل سواء بقى الريجوليتور في الاسواق الماليه، الريجوليتور في القطاعات الاخرى، لان الموضوع محتاج ريجوليشن بشكل ما؟ طبعا. يعني اعتقد ده من اكبر التحديات اللي بتواجه اي قطاع حساس، ان هو ايه اللي هيحصل في دخول الذكاء الاصطناعي في الصنعه دي او في المجال في كل القطاعات. واعتقد انه الريجليتر هيكون مهم جدا في وضع القواعد. احنا هنروح لغايه فين؟ هل الداتا، لان التطورات اللي هتتبني على الذكاء الاصطناعي دي عايزه حد يكون عنده رؤيه يبتدي يحط لها قواعد من النهارده. واعتقد ان كمان الشركات ابتدت تعين شيف اي اي اركيتكت، بدات تظهر وظائف مختلفه فعلا. ايوه. فاعتقد ان هو سؤال $1,000,000، انا مش هقول لك $1,000,000 يعني كل حتى في امريكا بيسالوا السؤال ده، فاهم ايه؟ هنروح فين ومين اللي بيريجليت؟ وشفنا الخلاف اللي حصل في البنتاجون وكلود لما قالوا احنا هنستخدم الاجهزه بتاعتهم في الذكاء الاصطناعي بتاع كلود في الاسلحه اللي بدون انسان، وكلود رفضوا، وكان زيطه كده خلت كلود ينطلق شويه، فهم نفسهم ما عندهمش اجابات. وفي كلام على ان الموديل الجديد بتاع كلود مش عايزين ينزلوه من كتر هم خايفين من قوته. هو كلود كود نفسه اوبس 4.6 يا جماعه، يعني في 2000 لا مش طبيعي، يعني مش طبيعي. انا ما اعرفش ايه اللي جاي يعني، بس هي يعني محتاجه طبعا ريجوليشنز قويه قوي يعني. طب انا كان عندي سؤال بالنسبه لاوبن اي اي. كانت دايما او هم دايما الناس بتتكلم على ان خلاص بقى النيوز الاخبار كل الحاجات ديت هتبقى خلاص اي اي بسهوله يعني. فسمعت من حوالي كام اسبوع ان اوبن اي اي اكوايرد بودكاست.
فعندك تعليق على الموضوع؟ انا اعتقد ان خلي بالك يعني التطور اللي بيحصل ده مازال حته اللوكاليزيشن. يعني خلينا نبص عكس اللي بيحصل ايه. عكس اللي بيحصل بمعنى ايه؟ معنى ايه؟ طب انا الداتا كلها موجوده وكل سؤال بعرف اساله وبجاوبه وقريت كل الكتب اللي في العالم. طب يعني ايه الاتجاه بتعملوا كده ليه يا المضاد؟ جماعه؟ الاتجاه المضاد هو انه حاجتين هيبقوا مهمين جدا في رايي. يعني بعد تحليل كثيف كده من الاسئله الوجوديه اللي بنسالها، ايه اللي ممكن يعيش في بعد زمن الاي اي، او ايه اللي ممكن يبقى الاعتماد عليه اكتر بكتير جدا. واحده منهم اللوكاليزيشن. ده رايي الشخصي جدا، ان الحته اللوكال قوي 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 دي، اللي هي لو احنا قاعدين في قاعده النهارده واتفقنا كده ان الفلوس اسمها بكاك، واخد بالك، وفجاه انتشرت في المنطقه وكلنا بنسمي الفلوس بهذا الاسم الكوميدي. فانت لو دخلت على شات جي بي تي وتقول له ايه هي البجاجه، يقول لك انت ايه يا عم، انا ما اعرفش ما اعرفهاش. انت فجاه عجزته لان المعلومه لوكال. فالمعلومه اللوكال هتظل في منتهى الاهميه، سواء بقى خد الحته دي على كل ما هو لوكال، سواء بيزنس لوكال، سواء نيوز لوكال، سواء ميديا لوكال. الحته الثانيه اللي بتجاوب على سؤالك، الميديا اند ماركتنج از اكستريملي كروشال. ما لهمش حل، لان النهارده لو انا وانت كلنا بنعمل بنفس المستوى من خلاص، فهو يعني ايه؟ طب ما انا معايا نفس المنتج وانت معاك نفس المنتج، ما هو انا مش بقول ان انا مثلا اي ار بي انا بوكس، ما هيطلع حد ممكن، ما خلاص، ما هو البارير اوف انتري انتهى. بقت في حته تميز صغيره بس في الحقيقه هنتساوى، صح؟ فانت بعد كده اللي هيبقى ليه فاليو حته الماركتنج. وعشان كده اعتقد ان اوبن اي اي استثمرت جدا في حته البودكاست، لانها مدركه تماما انه مين احسن، كلود ولا اوبن اي اي، اللي هيأثر تقبل الناس ليها من خلال التوجه الماركتينج وما شابه. اوكي. والله يعني انا كنت برضو عايز ارجعك ل 2012 كده من زمن الزمن. كنت شغال على بروجكت مع شركة أدوية كبيرة، وشركة الدواء دي كانت عايزة تعمل سوفت وير، وعشان كده قلنا يعني، والسوفت وير كان عايزين يدوك بلاش للدكاترة والعيادات عشان يقدر يتراك. طبعا هياخد كل الداتا اللي في الدنيا بتاعت كل البيشنتس اللي بتيجي، هو كلينيكال مانجمنت سيستم يعني، بالاعراض، بالادويه اللي بتتكتب، بالاشعه، بالتحاليل، بكل الحاجات دي، ويقرا، وبناء عليه يبدا يفهم ويطور في الدواء بتاعه بناء على داتا حقيقيه بتخش جوه الكلينيكال مانجمنت سيستم ده. ولكن البروجكت ده وقف من الريجوليتور، لان كان في ساعتها، واعتقد لسه موجوده، ريستريكشنز على الداتا بتاعت البرايفسي بتاعت المرضى والحاجات دي. وطبعا كنا ساعتها بنحاول نطلع حلول، يا جماعه هيحصل انكريبشن، احنا بس محتاج ان مثلا واحد عنده 40 سنه ساكن في الجيزه، مش محتاج اسمه ولا رقم تليفونه. ولكن ساعتها في 2012 بيتكلم في 14 سنه ما عرفناش ان احنا ناخد الموافقات الكافيه. عشان كده سالت السؤال بتاع الريجوليتور، ان انت لا، هو في كده قانون محطوط ان الداتا بتاعه المرضى دي داتا لازم تفضل موجوده وسريه، وما يعني لا يتم الاطلاع عليها وكده يعني. وكتير برضو من الريجوليتورز في القطاع المالي ما بتسمحش ان الداتا تخرج بره البلد. فهل انت شايف ان الريجوليشنز دي مع الوقت هتنتهي، لازم تتطور، لازم يعني ايه اللي ممكن يحصل التطور الطبيعي بتاع الحاجات دي؟ يعني اعتقد ان الريجليشنز دي محطوطه لاسباب كلنا فاهمينها، يعني لان هو سواء في خصوصيه المريض وسواء الفاينانشال، يعني هي لازم هتكون موجوده. لا اعتقد ابدا انها هيحصل اي نوع من التنازل فيها في اي حته في العالم على مدى خصوصيه البيانات دي وسريتها. هو اللي هيحصل ان الذكاء الاصطناعي هيساعد جدا، لازم هتفضل انها اون بريم، وانها محميه اون بريم بمعنى انها في مكان محمي مش على المشاع، وانها محميه. ما اظنش انه ابدا هيحصل تنازل على اهميه الداتا وسريتها. طلب مش ما اظنش، يعني ما اظنش ان هيبقى دور المشرع انه يفتح الداتا دي ويخليها، لانه فتحها معناه انه اناركي بقى، يعني فاهم ان هو ايه اللي هيحصل بقى يعني. لا بس خلينا ناخدها لك من الناحيه الاناركيه، الناحيه الثانيه، اللي انا النهارده شركه الدواء انا هيبقى عندي كم هائل من الداتا اقدر اعملها بروسيسنج، فطور دواء معين واحسن من نسب العلاج طبعا ليها جزء تاني ان الداتا دي هي امن قومي، ان انا ابقى عندي فيزابيليتي مين عيان فين وازاي. خطير جدا. دي طبعا مشكله كبيره. بس فكره انت عارف رولوجي اسمهم صح، دول جمال. جمال، ما دول بادين الحته دي من زمان.
كانوا بيستغلوا الذكاء الاصطناعي في تحليل الاشعه. وشركه من الشركات المميزه جدا في القطاع الطبي من مصر يعني كانوا بيستخدموا ملايين داتا من الاشعه انه يقدر يطلع عليها باترنز من الامراض، ايه الاوعيه هيحصل فيها ايه المرض ده لانه متكرر. انا اعتقد ان علاج الكانسر هيجي من حاجه زي كده يعني. صح. اكتشاف علاج للكانسر يعني اعتقد انه هيجي من كم الداتا الرهيب اللي بيعملوا. بس خلي بالك الميديكال مرنين فيه شويه، فانت سالت السؤال بشكل عام يعني انا برضو عايزه الميديكال اعتقد ان الداتا بتاعته مسموحه في اطارات كتيره يعني. ممكن الحاجات الفاينانشالز والماليه هي دي اللي هتبقى صعب انها تجيت اكسبوز لو كان سؤالك بيسال يعني اصل الريجوليتور متنوع. ما ده اللي بقوله. القطاع انت يعني انا عارف ان في شويه مرونه في المجال الطبي طبعا في الطبي وبتتوفر الداتا من زمان للابحاث والميديكال وحاجات زي كده. ما ده بقى ياخدنا للجزء الثاني اللي هو ان انا النهارده عملت برودكت معين والبرودكت ده از كلاود بيزد ساس بيزد، ولكن لما اجي انزل الاسواق المحليه في المنطقه بتاعتنا بيقول لك لا لازم يكون اون بريم. ايوه. وبدا ان هو يتساهل شويه ان هو يعمل القصه دي مثلا في داتا سنترز تكون جوه البلد، يعني بدل تبقى جوه المؤسسه تبقى جوه البلد بشكل عام. بص يعني انا رايي هو التحدي ده هيزيد يعني لان الذكاء الاصطناعي النهارده كلود 4.7 مكتشفين فيه قدرته على انه يكتشف اخطاء موجوده في الاوبريتنج سيستمز اللي هي كانت بتتسمى انها فيرست تايم، اللي هي الخطا لاول حد يكتشفه، وده بيبقى خطير جدا لانه ما لسه مايكروسوفت ما نزلتش ابديتس ومش عارف. فهو ده هيزود خوف الريجوليتور من انه يكسبوز الداتا للعامه يعني، او انها تبقى على كلاود بيزد او السكيورتي. فاعتقد ان التحديات السايبر سيكيورتي والامن هتزيد مش هتقل، لانه اللي انت بقيت ذكاء اصطناعي بيحارب ذكاء اصطناعي. احنا سمعنا عن شركه لسه اخيرا امريكا الداتا بتاعتها جت بريتشد من شركه ذكاء اصطناعي، استغلوا ايميل واحد دخل للموظف they gained access على كل الريسبيراتوري بتاع الكلاينت من ايميل واحد من ايميل واحد وقالوا ان التكنولوجي دي لازم هتكون مستخدمه ذكاء اصطناعي. فاتوقع ان الريجليتور هيكون اكثر صرامه مش الاقل يعني. بس موضوع الداتا واستخدام الداتا كنت متخيل ان ميتا هتسبق بصوره كبيره جدا. وانا كمان لان هي عندها وانا كمان بتاع العبيطه اللي منزلنا في واتساب دي، هو ينفع نقول عبيطه؟ اوعى ميتا هينزل كده مارك هيقفل لك البودكاست هيقول لك قالوا عبيطه على ميتا. بس هو مارك لو قاعد بيتفرج علينا احنا كده في حته تانية. يا ريت. بس هم دي اكوارد مانوس برضو صح؟ دي اكوارد مانوس سوربرايزلي يعني اعتقد ان يعني علامه فشل صراحه. اوكي يعني من فين الفشل لمين؟ فشل لميتا ان هو بقى مضطر ان هو يأكواير شركه تانية. انا مانوس عجبني وبحب الشعار بتاعهم ده كده تحس انه سناب يعني. بس انا رايي افشل شركتين في الذكاء الاصطناعي ابل وميتا. الاثنين عندهم فرص اوبورتونيتي سيري يا جماعه. يا ايه اللي هي فيه ده تحس ان انت في زمن وهي في زمن ما تعرفش تقفل الالارم يعني. يا عم اقفل الالارم. بس انت مش متفق معايا ان دي الاستراتيجي بتاعت ميتا بشكل عام؟ ايه اللي يخلي ميتا تروح تشتري واتساب مثلا؟ ما عندها ماسنجر ما كانت تطوره يعني. بمعنى ان اصلا الاكوزيشن لا بس مش يعني ما كان ساعتها واتساب بيمثل قيمه مضافه لانه بيفتح نتورك من الكوميونيكيشن كانت فت يعني. انا اعتقد ان رؤيه ميتا تاهت الفتره الاخيره بعد كمان الفشل بتاع ميتافيرس 174 مليار دولار اتصرفوا على ميتافيرس كلهم في الارض يعني. فهو في تخبط في الرؤيه وهم حاسين ان الاي اي يعني فاتهم القطر وبيحاولوا يلحقوا بيه. انا اعتقد الكلاسيك ماركتنج تول دي ان انت ما بتعرفش تخلق بوزيشن في ذهن المستهلك اكتر من مكان واحد. فهي ميتا في ذهن المستهلك. انتوا يا جماعه بتوع سوشيال ميديا وفيسبوك مش عارفين يخرجوا من عبايه ان هم يتحولوا مهما قعدوا يحشروا الاي اي في زورك انت مش مقتنع بيهم يعني. انت شايفه راجل بتاع سوشيال ميديا. جربت الاي اي ميتا الاخير ده مش فاكر اسمه ايه يعني لسه منزلين انجن جديد كده تحس انك جاي في اخر الجيم وما فيش حاجه مميزه قوي بتقدمها. الواتساب فاشل خالص. انا ما بستخدموش خالص. بحس انه عمال يزق في زوري كده وبعدين يا عم طب ساعدني في الحاجات الاساسيه يعني. تلاقي برضو تدور على فايل يتوهك يعني. مش حاسس ان في فشل في الرؤيه. وراي ابل برضو متاخره جدا في الاي اي ريس يعني لان هم شركات فاوندد من الاول مش على الكونسبت. وده احنا دايما بنتكلم عليه في حتت كتيره اللي هو ازاي تترانسفورم بقى elephants كان دانس الكتاب المشهور عن IBM. اعتقد elephants كان دانس في زمن الاي اي صعبه انك تحول شركه بضخامه ابل او ميتا من الترانسفورميشن. شوف هو قاعد يدفع دي عشان يجيب ناس في الاي اي. مش سهله انك تعيد خلق الدي ان ايه بتاع شركه في وقت قصير كده
من غير شركه طالعه من الجراوند اب كلها مم. كلها مركزه على الذكاء الاصطناعي. اعتقد انت ان ميتا بتستخدم مانوس في اي حاجه؟ لا يعني ما بحتاجوش، ما بحسش يعني. في حاجتين تولز كنت زمان بستخدمهم منهم مانوس، كان عاجبني طريقه الرد اللي هي فيها سؤال وباك اند فورس في مانوس مش وحشه، بحس انها خلاص ما بقاش يعني مش متميزه. اسمه ايه، بريبلكسيتي صح، في ناس كتيره بتحبه عشان بيطلع ريبورتس وديتا ادق، برضه مش غوي قوي. انت أنا كلود رأيي هو لا كلود كود يا أوكي. جماعه هو خلص الحدوته يعني. اذكى اسرع متطور جدا فاهم، عنده بيج كونتكست. هو الشات بتاعته 1 مليون كونتكست توكن كونتكست، يعني حاجه مخيفه جدا انه فاهم لغايه مليون توكن كونتكست. عايزين نتكلم مره حلقه عن ايه التوكنز اللي مجننه الناس اللي انا بيحرق كنت عايز اقول لك لو بريف سريع عن التوكن يا ريت. مش فاهمها شخصيا. لا هي انت كمان مش التوكنز فاهمها؟ لما بتخلص بس ما اعرفش ايه يعني انا بيجي لي الريمايندر ومش فاكر. انا قلت اكيد رجائي فاهم يعني، طالما عمال يهز راسه فهو لا فاهم. لا يعني هي التوكن هي كل ما انت بتتكلم مع الانجن في كلود او كلود كود، هو بيترجم ده لعدد معين من التوكنز، وانت ليك ليميت في استخدامه. كلود عامل ليميتيشن ليك في عدد التوكنز تستخدمها كوينز. في يعني المشكله انها برضو غامضه، يعني هل البرومبت الطويله قصيره، فانت ما عندكش معادله واضحه. هي السؤال ده يعني مش كل سؤال بتوكنايه، او ممكن سؤال نفسه تلاقيه عمال يعد كده ايه يعني. طب حضرتك مانوس هي اسمها كريدت. لا يعني هي مختلفه شويه عن الكريدت، شبهها يعني. اوكي. على على فكرة- فكره مفتوحه. لا الكودكس بتوكن كودكس بتوكن طبعا طبعا ما يقدروش يفتحوها. على فكره انا لسه قاري وكنت عملت بوست على الحكايه دي. الكوست بتاع البرو بلان بتاع كلود اللي هو $100 و$200 النهارده للمستهلك، هو بيكلفهم هم ما يتوازى $4800 اوت اوف يعني جي بي يو باور. فهو احنا هنشوف ده، انا دي اسئله فلسفيه بقى، لما الناس دي تفرد دراعها ويبقى خلاص جاب كل الناس والناس كلها في حضنه، هيوصل الحاجات لسعر كام؟ فهو مكلفه جدا حرقه التوكنز. بس على ما يعمل كده مش المفروض الاسعار تكون مفروض يعني الكوست عليه تكون قلت؟ ليه بس هي المشكله خلي بالك الكوست في انرجي وفي ثمن الجي بي يوز وفي الداتا سنتر وفي الكهرباء وفي فالموضوع معقد. مش فكره ان الكوست ينزل طبعا. بس الفرق كبير قوي كمان يعني، فاهم؟ 4800 وبيعها ب 200 عشان هو عارف ان انا لو جبت قلت لك الكلود كود ده ب $4800 في الشهر هتقول لي ايه يعني مستحيل. نرجع للعصر الحجري عادي. نرجع للعصر الحجري عادي فعلا. انا اكتبه انا بقى سطر وخلاص. في فده حرقه التوكنز هي دي اللي بتزعل ناس كتير، ان هو بيستهلك بسرعه. في سؤال، انت لو يعني من المتابعه من بعيد كده انت هتلاقي ان كل شركه او كل ابلكيشن اي اي بيطلع سنتين ثلاثه وبعدين موضه دي بتروح بيطلع واحد تاني. فكان مثلا كان شات جي بي تي هو اللي مسيطر، حتى الناس اصلا بقت تربط ان اي حاجه اي اي هو شات جي بي تي. ايوه صح. حتى بتبقى عارفه ان كلود ده هو شات جي بي تي. ايوه which is not true. هل برضو انت شايف ان دي حاجه غير صحيه، او انت شايف هنقعد بقى كل شويه خلاص يا جماعه طلع شات جي بي تي 0.4 0.5 0.6 لا خلاص انسى شات جي بي تي اركنه على جنب، تعال نروح لكلود، تعال نروح يعني بص يعني هي الصراع واضح. هي 2 ميجا بلاير، ودايما الاندستريز بتنتهي دايما ل2 كبار يعني. انا شايف كلود واوبن اي اي هما الاثنين مسيطرين بالكامل. شات جي بي تي خسر شويه الفتره اللي فاتت، لكن كودكس راجع بقوه جدا وبيتطور. عندهم الايمج 2 اللي لسه نازل ممتاز. جيميناي اقربهم للمنافسه كجوجل لكم الداتا الرهيب اللي عندهم. وعندك الاوبن مودلز اللي هي الاوبن سورس مودلز بتاعت الصين بقى، ديب سيك وشويه الحاجات اللي بتطلع كتيره. اعتقد ان ميتا بره المنافسه. اعتقد المنافسه واضحه ان دي الانجنز اللي هتكمل معانا للنكست اتليست 2 3 ييرز. لان صعوبه انك تيجي تبتدي النهارده، لا انت هتبقى يعني رقم مخيف جدا عشان تقول يلا هفتح شركه اي اي. يعني انت مثلا ما تلاحظ ان مفيش حاجه تانية طلعت صح. يعني هو الباقي كله لايرز راكبه فوقيهم. لكن خلي بالك هو بقى بيطور نفسه. اكيد كلكم قريتوا على الموضوع ده يعني. هو كلود نفسه بيستخدموه في تطوير نفسه، فدي قصه برضو لو بيخش موضوع غريب قوي يعني. يعني موضوع غريب قوي يعني. create for me a new model. لا يعني موضوع غريب قوي. فهم مستخدمينه نفسه في تطوير نفسه. دي قصه خيال علمي يعني قصص الخيال العلمي كلها بقت حقيقه. بس كل شويه بنسمع في الاخبار ان في حد في السعوديه في الريجن حد بيحاول يعمل تول انجن جديد بالعربي مش عارف ايه. في اي حد نجح يعمل اي حاجه يعني في محاولات. هيومين بتاع السعوديه اعتقد دي اقرب حاجه سمعنا عنها. اوكي. فهي برضو بيحاولوا يعملوا ايه
فاهم قصدي؟ هل احنا هنبني LLM موديل كبير بينافس كلود وهنعلمه على الداتا بتاعتنا؟ ده حلم اعتقد انه مشروع ونستحقه في العالم العربي طبعا، لكن اعتقد انه بيواجهوا صعوبات تقنيه كبيره جدا. لا عندك الكفاءات البشريه بقى اللي هي على الليفل الاعلى بقى، اللي هي فاهم داتا ساينس وانجينيرنج برضه نجيب الموضوع كلود يستنى. يعني حلم مشروع بس ما شفتش محاولات ناجحه فيه. لكن في محاولات كتيره قوي لللوكاليزيشن، ان انا احسن العربي، احسن الانبوت، اديله مدخلات تانية. يعني في ناس كتيره بتحاول، لكن ما اظنش قدره على بناء LLM دي عايزه سوش يا جماعه ميزانيات حد زي كلود وبتاع، يعني فاهم قصدي؟ ميزانيات دول يعني. فاكر اتس نوت ان ايزي تاسك يعني. فاكر زمان كان في برضو بروجكت لتعريب النطاقات. ايوه فاكر MSX بقى والعالميه وفضلوا الناس تكارك في الموضوع ده وبتاع لما يخلوها بالعربي. ايوه تكتب مصر ميم صاد راء مش عارف دوت كذا. دي برضو من الحاجات اللي هي كان ليها طابع كده قومي صح. عربي ولم يرى النور، رغم الناس فضلت كتير يعني تصمم تحاول تطلع حاجه زي كده. خلاص هو يعني خلي بالك احنا بنعاني من فترات. يعني انا شايف بقى الثوره اللي جايه اللي ممكن نبتدي نتكلم عنها، لدرجه انا فكرت اركز عليها بشكل مكثف، ما حدش بيتكلم عنها، هي الروبوتكس از يعني احنا برضو متاخرين جدا. هي الصين يا جماعه لا هو جنون اللي بيحصل في عالم الروبوتكس، لان الثورتين دول جايين قريب قوي، فما تتخيلوش ان احنا بعاد. احنا ممكن على اخر السنه الجايه هيبقى بتشتري روبوت عادي يعني. بتكلم جد مش موضوع بعيد خالص. المكنسه اللي بتقعد لا بقى هي دي موجوده بقالها كتير، بس انت بتتكلمك بقى على روبوت عايش معاك في البيت ويطلع ترند في الساحل والروبوت ماشي معايا انا جبت روبوت يغني وقصه كده هتدخلنا روح هات لي اكل وتعالى ومش عارف جدا. اتوقع جدا يجوز احنا دول كثيفه العماله، كثيفه البشر قصدي، فاقول مش هيحصل الريبليسمنت بسهوله، ممكن تظهر بشكل اليتست كده الناس بتجرب. بس قصدي اقول كنت بجاوب على سؤالك في حته ان احنا فين احنا بقى في الخريطه العالميه في التطوير. بشجع الجماعه اللي هم رائد بوتس، ما اعرفش شفتوهم ولا لا. دي اول شركه مصريه بتحاول تعمل روبوتس، وعاملين كذا روبوت ارمز في المصانع، تصنيع مصري بالكامل. لازم تدوروا عليهم، مميزين جدا. بس محاوله في وسط طوفان، انت محتاج ثوره حقيقيه انك انت تحاول تلحق بالركب ده. يا جماعه مش معقول كل مره بنقعد نتاخر قوي في التكنولوجي كده ونتخانق على حاجات صغيره وننسى الصوره الكبيره يعني. انا شايف ان محاوله توطين صناعات الروبوتكس ممكن تبقى مهمه قوميه تنتج عنها تاثير. يعني دي من اللحظات اللي هي بنقول ايه ده يا جماعه، طب ما احنا كنا فين اول ما الروبوت. في انيشيتيفز في الكليات المصريه، جامعه عين شمس اعتقد بتطلع حاجه كل سنه، جامعه النيل برضو عندها شغل. عايزين اكتر، عايزين اكتر. اعتقد هو ما بيخرجش خارج لاب الكليه صح، والمسابقات العالميه وبيكسبوا مراكز متقدمه. ده اللي بقراه يعني. الروبوتس جايه بقوه يعني. اعتقد ان هي سواء في الاستخدام في المصانع او في المساعدات البشريه او في السيلف درايفنجز او في الاستخدامات اللي فيها هيفي ليفتنج، شيل والحط والحاجات الميكانيكس كلها. ايه اللي يخليني يعني هنوصل لمرحله في الزمن نقول انا ايه اللي يخليني اقعد اشيل البضاعه من هنا لهنا في المصنع وانا اجيب روبوت لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام ويشيلها؟ ما تستغربوش يعني، هي مش بعيده خالص يعني، وذكي وفاهم وبيعلموا. انتوا شفتوا الفيديو اللي كنت حاطه بتاع المركبين الكاميرات على دماغ احكي لنا عليه يعني. يعني هو ده فيديو حقيقي، انا افتكرته AI. دلوقتي الواحد بيراجع الفيديو 3 مرات قبل ما يشوفه. اكتشفوا يعني شات GPT وكلود والLLM مودلز كانت جميله ولذيذه. ليه؟ لان العلم كان موجود. فانا كان كل اللي مطلوب مني اضرب مكتبات العالم واخش اجيب كل الداتا، وانتوا عارفين ان ده كان عليهم خلاف ان هل هم حقهم يستخدموا المحتوى الانساني ده ولا لا. بس كان الوصول انه يخلق LLM موديل بيزد على الكلمات سهل. صور ليه؟ لان كم الداتا كان موجود الى لا متناهي. لما دخلنا في عالم الروبوتكس اكتشفوا تحدي مخيف، ان انا ما اناش عارف اقول للروبوت يتعلم ايه. ما انا ما عنديش بقى LLM اللي اعلمه بيه. ليه؟ لان انا مش عارف العامل اللي بيشتغل بيغزل ولا بيركب الجزمه في سريلانكا ولا في فيتنام ايه الحركات اللي هو بيعملها بايده، مهما انا كان عندي علم وفهم للفكره. وده على فكره يورينا تحدي الفكر LLM والمودلز عموما، عشان تفهم هو فاهم قصدي، هو محتاج حاجه تعلمه جدا. اوكي. فاكتشف انه ما عندهمش داتا. هو محتاج يشوف مش مره ولا 2 ولا 3، محتاج يشوف مليارات من الداتا لعمال قاعده بتشتغل بايديها عشان يفهم ايه اللي يعلم الموديل الروبوت انه يعرف يعمل زيه. اوكي. فمش محتاج يشوفها مره، لان احنا مش بنعلم AI ده نقول له يلا انت عندك ايد واشتغل هو هيفهم. هو مش كده، هي باترن ريكوجنيشن، هو قدره على تمييز التكرار في الباترنز. فطالع اندستريز كتيره دلوقتي انها بتحط كاميرات على العمال
يسجلوا حركاتهم في ساعات لا نهائيه بقى، ملايين 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 من الساعات، عشان ياخدوا الداتا دي ويقعدوا بقى يعملوا لها باترن اناليسيس، فالايد بتاعه الروبوت تفهم الحركه اللي العامل بيتحركها. وطبعا العامل المسكين مش فاهم ان هو لا، مش الكاميرا دي فاهم. محطوطه عشان تشيله في الاخر. تشيله في الاخر. زي في المطاعم اللي هو بتاع الاوردر يور سيلف بتاع، اقول لهم يا جماعه ده هيبدلكم بتاع الكاشير، يقول لك روح اطلب من عليه. هو ايلون ماسك على فكره من الناس المتبنئه بده، متنبئه بده جدا يعني. لو قريتوا بوستاته الاخيره من زمان يعني بيقول النظريه انه الذكاء الاصطناعي هيحول الاخرين، ان احنا لازم نتحول ان احنا بندفع للناس دي بجلوبال ايكونومي. يعني قصدي اقول ان هيبقى في، انت هتقعد في البيت ولحد ما هيدفع لك فلوس المعيشه، نتيجه ان الروبوت، وهو متوقع انه هيحصل طفره في الغذاء والزراعه والبتاع، نتيجه ان انت عملت ريبليسمنت، ما بقاش عندك الشورتج اللي موجود، نتيجه ان انا كان عندي عامل بيزرع، فانا عندي مكانات ممكن ازرع على نهائي. واعتقد رؤيات برضو رؤيه جريئه يعني. في تطبيقات ظهرت اللي هو باستخدام القمر الصناعي يقدر يبص على الارض الزراعيه، يقدر يحدد لان هو برضو مربوط، عارف العاصفه جايه امتى والمناخ ايه اللي هيحصل له، فبيضرب كل ده في ضربه كده، ويقدر يقول لك والله ازرع الارض دي كذا، وهنا ازرعها كذا، وهنا ابدا شيلها دلوقتي، لا في حاجه هتحصل ما تزرعش. يعني اعتقد ده برضو بدينا، ده مش حاجه جديده، ظهرت بقى لها يمكن 10 سنين. كمل مع الرؤيه دي بقى، ان العماله اللي بتقطف التفاحه من على الشجره بدل ما هي كانت تبقى بني ادم، اللي مازال ده في قطاع بشري كبير في العالم كله بيستغل الزراعه بقى. انا وعندي فيديو شيرته برضو الموضوع ده، روبوت طاير كده وبيشوف الفاكهه في مستوى نضج يشيلها ولا ما يشيلهاش، وبيمشي صف 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 وعليه باسكت كده وروبوت عندي قصه طريفه حابب احكيها لكم. والدي في الستينات كان بيطلع يعني يشتغل في الصيف وكده يعني، فكان في مكتب عمالة بيطلعهم في أوروبا في إنجلترا تحديدا، فكانوا بيطلبوا من الشباب الصغير ده ساعتها إن هو يقطف التفاحة ويحطها بطريقة معينة، عشان التفاحة لو فيها تكة كده بيحولوها مربى يعني. فطبعا كان في ناس بتلتزم بالإرشادات دي، وفي ناس بقى أنت عارف يروح حد في التفاحة في الهوا كده تنزل مش عارف إيه. بيقول لك السنة دي كانت اكتر سنه انجلترا القريه دي يعني عملت مربى في العالم. يا ترى ليه بقى؟ فانت عندك دلوقتي الروبوت الجاي ده، لا اصل اقطع حط بالطريقه اللي انت بتقول له حطها بيها. لا هي زمن اكسايتنج تايم زي ما بيقولوا. هل شايف في شغلانات معينه هتاخد وقت على ان الاي اي او الروبوت يبدلها؟ هو ده سؤال المفروض يشغل بالنا كلنا ونفكر فيه. انا قعدت افكر كتير قوي، مش بس في ايه الوظائف، في حاجات كتير قوي ممكن ما يحصلهاش ريبليسمنت، بس انا كنت بفكر فيها بشكل قطاع. يعني ايه القطاعات اللي ممكن تبقى صعب يحصل فيها ريبليسمنت؟ يعني الانترتينمنت صعب بالتالي. لا ده ازاي ده الانترتينمنت؟ لا بتكلم المسلسل، يعني الناس بتمثل على مسرح ماشي، بس ده نوع معين ما اعرفش، ممكن تكون من ضمنها. بس انا متخيل الحاجات اللي فيها القطاعات عموما، سيبك بقى من العماله اللي جواها هتبقى مستبدله ولا لا، لان ممكن برضو جوه القطاع. بس انا قعدت افكر كتير كده، حاسس القطاع السياحي، القطاعات اللي هي ممكن يحصل فيها بوم، لان ده لو حصل نمو هتفضل عايز تروح تصيف وتقعد في مكان وفندق ومش عارف ايه فبتاع. لو عايز تستثمر يعني استثمر في شركه فنادق، لان هيروحوا فين يعني؟ ما هو قاعدين والناس هتصيف. وبودكاست والبودكاست طبعا يا استاذ رجاء، وناس تقعد تهري وتتكلم وخلاص، والميديا وشباب. متهيألي مش هيحصل فيها الريبليسمنت الصعب. القطاع الطبي اللي فيه التلامس البشري، اعتقد ان هو برضه هيظل ضروري جدا ان يحصل تلامس بشري في القطاع الطبي والعنايه البشريه. حتى لو في روبوت هيبقى صعب قوي ان انت تريبليس حد يعني يعمل حاجات دقيقه قوي. الطب بدليل ان التيلي ميديسن اتاخر كتير يعني. فكره ان اتكلم في ابلكيشن واتكلم مع الدكتور، ما حدش اعتقد كل الابلكيشنز دي ما استمرتش، لان برضو الريجوليتور تدخل. صح، فكره ان انت تشخص عشان الريجوليشنز برضو يعني. المريض نفسه وقت الكورونا طبعا كان في سبب ان هو ما ينزلش، بس في الاوقات الحاليه لا، يعني دايما المريض عايز يروح. هل هتثق في دكتور شايف كل الطب اللي في العالم، وتثق في دكتور شايف 30,000 حالة في حياته؟ ما اعرفش يعني. انا شايف انها برضو دي على فكرة واحدة من الارجيومنتس اللي اتقالت في العشاء الاخير اللي احنا اتعشيناه مع بعض مع الضحية. كده دخلتنا في حتة تانية. لا الضحية اللي انت قضيت عليها تماما يعني. دي كان بيقول لها فكري من المنظور الانساني، ان انت النهارده لو عايزين نعالج مرض
مستصعب زي السرطان. المرض ده بيبقى فيه عبارة عن patient عنده أي أمل عايز يعني يتمسك بيه، فعايز قوة هائلة تقدر تبروسس كل المعلومات بنسب الشفاء بجرعات صح. اتاخدت امتى فين ازاي. صح. كل ده العقل البشري ما عندوش ليه اكسس في الوقت صح. الحالي. صح. فوجود أداة باستخدام الذكاء الاصطناعي هيقدر يبروسس كل الداتا بتاعت الشفاء بالنسب مختلفة ببروفايلز معينة، اللي هو في النهاية يطلع لنا دواء للمرض ده بوجود الاوركستريتور، بوجود الانسان. عشان كده انا قلت في اول حلقه ده، وما زلت مقتنع جدا ان هو في الاخر اداه متطوره في حياتنا، مش جايه تريبليس. هي زيها زي ما كان في تايب رايتر قلبت بورد، واحد لسه بيقول لك لا لازم نكتب على التايب رايتر. طب انا دخلت على الوورد واقدر امسح الكلمه بدل ما اعمل لها ديليت. زي ما حاجات كتيره اتطورت في حياتنا، فهو ما زال اداه، هيظل الانسان الاوركستريتور. فالمثال بتاع العلاج المرضي، اتوقع ان لازم هيكون طبيب دارس وفاهم، فجاه بقى عنده اداه سوبر انتليجنت، سوبر قاريه كل حاجه، تاثر المسافات. بس هو اللي هيوصل ويعرف يربط الحاجات ببعض. الا لو الذكاء الاصطناعي وصل لمرحله انه عنده السوبر انتليجنت بقى، اللي هي بنقول عليها الاي جي اي، والتطور الذكي جدا، ان هو بقى قادر على ربط الاحداث ببعضها. بقاش هو المستني الفيرست موفر، ان هو ممكن بقى من نفسه يبقى الفيرست موفر. دي بقى قصه فلسفيه كبيره قوي يعني نحتاج نتكلم فيها. يعني اخر حاجه قبل ما نختم، يعني هل في شغلانه بتنصح بيها ان اللي بيشتغلها يسيبها دلوقتي خلاص يروح يعمل حاجه تانية، لان بكره حد يختم الختمه دي؟ يعني لا نختم حاجه تانية بصراحه. لا يعني انا في رايي الوظائف بيحصل لها تطور ومورف، عمرها ما هتحصل لها الريبليسمنت ال100 يعني. اوكي. يعني شايف مثلا زي ما اتكلمنا في اول حلقه على الساس والاي ار بي والموديل، الديفلوبر هيتطور، دوره هيختلف. مشكلة ان هيبقى في واحد بس ما كان معاه 6 بيكتبوا كود، الخمسة الباقيين دول ما اعرفش هيحصل في ايه في وظائفهم، بس هو ما فيش شك انا ما بقتش محتاجهم عشان يكتبوا الكود. لكن البني ادم الاصلي اللي هو كان بيبقى اوركستريتور وشايف الايجنتك موديل بقى انه عنده كذا ايجنت بيكتبه، فالدور بيتطور. وبالتالي بقى في عمالة من التيمز دي مش محتاجة هندور عليها. انا شايف الديفلوبرز لازم يطوروا من نفسهم عشان يعرفوا يوصلوا للمرحله الجديده اللي هي فيها. فكتابه الكود دي وخلينا متفقين عليها انها اختلفت او تطورت، مش هقول له سيبها، هقول له تطور معاها. اوكي. شايف برضو من الحاجات جايه بقوه خدمه العملاء والكول سنترز. الاي اي بقى بيرد بذكاء شديد جدا وصوته عالي وتمام وبيتطور جدا. بيحطوهم في الكولكشن ديبارتمنتس دلوقتي، الناس اللي متاخره في صوته بقى يا استاذ طلبه حضرتك عليك قسط يا استاذ طلبه 30,000 جنيه هاجي لك تحت البيت يا استاذ طلبه. حصل. انا عايز اقول لك انا كنت مسافر الفتره الاخيره دي فاتاخرت في قسط، جالك اي اي مكالمه اي اي؟ جالي مكالمه اي اي، وانا عايز اقول لك كنت بعمل لها برزنتيشن في يعني في كونتكست مختلف، فانا عرفت انها اي اي. ليه بقى؟ لان البنت اللي ردت عليا بتقول لي ممكن اعرف انت ليه ما دفعتش القسط لغايه دلوقتي؟ قلت لها لا، هنجت. ده جديد ده. شفت بقى اول بني ادم غلب الاي اي. هنجت لان انا ادركت ان هي اي اي. قلت طب ما انا اكمل الكول يعني. فطبعا هو لا فاهم ازاي؟ فهي دي كانت من الحاجات اللي اكتشفت انها اي اي. يعني هقول لك معلش تكمله. انا كنت مع ناس يعني اصدقاء ليا في الحته في شركه يعني بي ان بي ال، وقالوا لي ان هم بداوا يحطوا الايجنت اللي هو الديجيتال ايجنت ده، لان هو مش انسان في الاخر. صح. فمهما التاني قال له اي حاجه في العالم مش هيصعب عليه. دي اول طلعه. تاني حاجه ان ممكن يغلطوا في بعض، فما يغلط يعني هيشتموا، ده مش بني ادم. فمش الموضوع مش بيتطورش، لان هو في الاخر انت بتكلم آلة، والشخص المستهدف اللي هو متاخر في القسط ده هو مش عارف ان هو بيكلم آلة، لان هو برضو في هيومن تاتش عاليه جدا. فلو ده ريبليسمنت اشتموا بعض بقى في التحصيل زي ما انت عايز، مش فارقه يعني. فعايز اقول ان الوظائف بتمورف يعني او بتتطور الى ما هو افضل، لكن هل احنا كبشر مش عاجزين عن الادابتيشن او التوائم مع التكنولوجيا دي؟ اعتقد ان احنا اثبتنا عبر العصور يعني من ايام الفراعنه مرورا بكل الحضاره الانسانيه اللي احنا خلقناها ان احنا قادرين جدا على التطور مع الذكاء الاصطناعي. اعتقد ان احنا في وظائف جديده هتتخلق ممكن
ناس كتير بتقعد تقول لك لا مفيش وظايف، ما الخمسه اللي اختفوا من البروجرامرز دول اللي ضربنا بيهم اكزامبل هيعملوا ايه؟ لا هيعملوا حاجه، هيعملوا حاجه. المازال المستهلك عايز الكونفينينس، المستهلك عايز الحاجه الجاهزه. مش كلنا هنسيب شغلنا وهنقعد نركز في ان احنا نطور الادوات. الفن والابداع هيبقى بشكل مختلف وجديد. هيطلع محتوى النهارده ممكن يبقى الفيلم اللي جاي البيج هيت، ممكن شاب عادي عامله خريف. انا شايفها فرصه، مش يعني دايما بشوف النص كوبايه المليان يعني. فشايف انها فيها اوبورتونيتي. انا من الحاجات اللي بتحمس لها جدا القدره على انتاج المحتوى، الفيديوز والكونتنت. يعني ملناش حاجه، انت ممكن تخلق النهارده مسلسل فعلا لو قعدت وركزت وبتاع. ليه لا اجرب حاجات كانت احلام تبدو مستحيله يعني. عجبتني الجمله دي قوي، انا قلتها وحاسسها جدا. يعني بقول لك ما تستخدمش الذكاء الاصطناعي عشان تعمل كنت بتعمله، استخدمه عشان تعمل اللي كان مستحيل تعمله يعني. فانا حاسس ان هي تخيل النهارده ان المستحيل بقى سهل. the sky is the only limit يعني فنعمل المستحيل ليه لا. يلا بينا. اهم حاجه ازاي نعمل المستحيل، هو ده السؤال. او اني مستحيل اللي نعمله يعني نسال اي وهل المستحيل انا اعمله ده هيبقى كويس ولا؟ عشان كده اشتروا شركه البودكاست، لانهم مدركين ان الماركتينج مهم جدا. لو كلنا عملنا مستحيل، طب اني مستحيل اني مستحيل الاحلى. فالماركتينج قيمته هتزيد جدا اعتقد كده يعني. اعتقد الماركتينج هيبقى دوره مخيف قوي في الفتره اللي جايه. ميرسي يا طارق ونورتنا. لا بس انا عايز اقول حاجه، انتوا هتقفلوا خلاص الساعه خلصت. لا لسه كمل. انت صديق عزيز وبحبك جدا جدا جدا، ويعني من اول ما اتقابلنا في الجريك كامبس من كام 10 20 سنه اكتر 16 وعلاقه ليها بوند مخصوص جدا. بحب اكلمك واقول لك يا صديقي وانت تقول لي والله عزيزي. كلمه مميزه قوي وبحبها جدا. رجائي بعتذر عن اي اساءات سببتها في احلامك كل احلامي دمرتها السابقه، لكن انت من الناس برضو اللي بثق في رايها جدا وبحب اكلم من حين لاخر. ومبسوط جدا بالبودكاست ده خطير، وانتوا عندكم انرجي لذيذه. واحنا المفروض نسجل بس اللي بيحصل قبل الحلقه ونحطه جوه الحلقه، اعتقد هيروشها قوي يعني. اسلام معانا اهو. طيب اكيد قاعد بالتوفيق جدا في البودكاست ده ميرسي يا طارق. نشوفه كده على توب اوف ذا ليست ان شاء الله. وحد بقى يشترينا بقى. هو احنا نسينا نقول بس احنا 3 AI صح؟ بالظبط. تعال نبدا نجلتش. الجمهور عارف ولا نجلتش؟ الجمهور عارف ولا فاكرينها؟ لا كنت فاكرينها حقيقي. ما دفعناش تمن السيرفر. التوكن خلصت يا استاذ رجاء. خلصت. ايش شكرا. اوكي يلا شكرا يا جماعه.